جميل. بس واحد بيقول لي انت قدمت لمصر. لا، حضرتك قول انا عرضت على مصر. عرضت حضرتك على مصر اول مشروع لزياده انتاج القمح خمس اضعاف في سنه واحده. مشروع بنسميه ميتابوليك انسايتس. المشروع ده مشروع اسرائيلي بدون طبعا سماد، بدون هرمونات، بدون اي حاجه. خبره الاختراع نفسه اسرائيلي. عامله معهد وايزمان ماشي للابحاث. والدوله دي اسرائيل الدوله رقم واحد في التنميه الزراعيه في العالم. تمام. والمشروع ده كان هيتعمل لاول مره في مصر بعد ما هم عملوه عندهم. عرضت عليهم ان انا ادفع اعمل تحليه ميه كامله من السلوم لحد اسكندريه، وتواصلت مع محافظ مرسى مطروح اللي هو خالد شعيب، وتواصلت مع شركه قبضه للمياه اللي هو عاصم شكر، ومكتب ممدوح رسلان اللي هو رئيس مجلس الاداره ونائب رئيس مجلس الاداره. عرضت على مصر جهاز السرطان الوحيد في العالم. الجهاز ده للقضاء على العلاج الكيميائي، مش هنحتاج علاج كيميائي، ونسبه الشفاء 100%. عرضت عليهم حاجه اسمها الامن السيبراني للطائرات. عرضت حاجات كتيره جدا. بس ايه بقى ما تمتش الموضوع ليه؟ اسالوهم. محدش يقول لي اسرائيل ومش اسرائيل. القصه ما كانتش كده خالص. اسالوهم عن السبب الحقيقي.